علاش تشريه بالغلي وهو يتكلف لك شطر السوق في الدار؟ شوفوا لي التراوة مستحيل يتكسر في يدك ومستحيل ترجع تشريه من برا. بعد الفيديو هذا ونزيدكم زيادة بنفس الرسيت عملت خبز البانيني، والأهم من هذايا الكل تنجموا تحضروه وتخبيوه وكيف تستحقوا تجبدوا هكاك تستحفظوا على وقتكم وعلى جيبكم. ناخذ رتل فرينة، شوية ملح، مغرفة سكر، ساشي خميرة متاع خبز، نخلطوهم مع بعضهم، نزيدوا عليهم 4 كاس زيت ونلموا العجينة متاعنا بالماء الدافي ونزيدوا في الماء الدافي بشوية بشوية حتى لين تحصلوا العجينة تكون طرية. نخدموها شوية باليد ونغطيوها ونخليوها ترتاح في بلاصة دافية. بنفس الطريقة في عود الفرينة البيضاء عملت بفرينة القمح الكامل، خليت العجينة متاعي ترتاح ومن بعد كي خمرت دقيقة زيتها قسمتها كعبرات صغار، شكلتهم بالكعبورة. ناخذ كل كعبورة نحلوها بالقلقال جيدة على الاخر حسيل، وقد ما تحلوها جيدة قد ما خير. ومن بعد باش نطيبوها في مقلة تكون سخونة، ماذا بكم النار تكون متوسطة. ديكو تراو فما عملوا اكل لومبولات الصغار، تبقاو تقلبوا حتى لين يطيبوا الخبيزات نتاعنا ديريكتومون، نحطوهم في منديله ونغطيوهم هكاكا باش ترجع عليهم السخانه نتاعهم يبقاو طريين. بالنسبه للخبيزات البانيني بنفس الريسيت، شكلتهم بالطريقه اللي واضحه في الفيديو، رتحتهم ربع ساعه ودخلتهم يطيبوا في فور مسخن على 180 درجه بين 20 25 دقيقه. وردوا بالكم تخليهم يحمروا ولا يطيبوا بزايد هكاك. تخرجوهم تخليوهم يبردوا بالكدا ونحطوهم في دي ساشي دو كونجيلاسيون وندخلوهم للكونجيلاتور، تنجموا تستحفظوا بهم مده طويله. وهكاك كي تستحقوا جست تجبدوا تحطوا الفرص اللي حاجتكم بهم دقيقتين في الماكينه تاع البانيني والا في المقله، وصحه وبالشفاء ليكم.